انظر حفظكم الله، هذا الإمام يكتب في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، يقول كلمة السلف، وهذا أمر تكلم فيه السلف، وستأتي معنا غير مرة هذه الكلمة، مما يدل على أن السلف رحمهم الله يستعملون هذه الكلمة، ولا غضاضة أبدا في استعمالها، ولا غضاضة في الانتساب إليها، ولا غضاضة في الدعوة إليها والاعتزاء لها، لا غضاضة أبدا. ولو أدخلت كلمة السلف في المكتبة الشاملة مثلا ولا في التراث تتعب من كثر ما تقرأ، تتعب كم تكررت كلمة السلف، غير السلف في الدين، السلف في العقيدة فقط، غير السلف والسلم، لا فقط في مسائل العقيدة تتعب من كثرة ما تتكرر كلمة ماذا؟ كلمة السلف. فمذهب السلف مذهب واضح، ومنهج السلف منهج واضح، والدعوة إلى منهج السلف هذا أمر سار عليه أئمتنا سلفا وخلفا، يدعون إلى منهج السلف ويبينون منهج السلف ويحذرون من مخالفة ماذا؟ منهج السلف. هذا أبو عبيد رحمه الله يقول أمر قد تكلم فيه السلف، أمر ما تكلم فيه السلف ما نتكلم فيه، أمر ما تكلم فيه السلف ما نتكلم فيه. قال أمر خطب قد تكلم فيه السلف، قال في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، بل إلى يومنا هذا والناس يتكلمون في الإيمان من يعني حسن للنية ومن سيء للنية، ومن مريد للحق ومن مريد للباطل والفرقة، ومن يريد أن يستغل هذه المسألة في تكفير عوام المسلمين وغير ذلك. الناس يختلفون، ومن طالب للحق كذلك، فالناس يتكلمون في مسألة الإيمان، بل لعل أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة في مسألة ماذا؟ الإيمان وحكمه مرتكب الكبيرة ونحو ذلك، فالمسألة قديمة ولا زال الناس حفظكم الله يتكلمون في يومنا هذا.